اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جايين نتكلم عن السامسونج جالاكسي A04s. ده الجيل اللي بعد الاي 03 اس بتاع السنه اللي فاتت. الحقيقه الجهاز ده مميز في ايه بقى؟ اول ما هيشدك في الجهاز هو التصميم. زي ما انت شايف كده، محتويات العلبه ما فيهاش جديد يعني. الجهاز والشاحن، ومن ضمن الحاجات المميزه ان هو موجود في الشاحن في العلبه، وده فلوس لوحدها. التصميم هو بالظبط بتاع الاي 03 اس، لكن باختلاف رصة الكاميرات اللي احنا شفناها مع بعض مختلف تماما. هنعمل مقارنة بسيطة دلوقتي بينهم ونشوف مين الأقوى. لكن باقي عزل الأضواء زي ما هو، مكان البصمة زي ما هي. لكن الجميل في رصة الكاميرات والماتيريال بتاعت الجهاز، الحقيقة تمسكها تحس إن أنت ماسك جهاز يعني مش رخيص. مش جهاز ب 4800 جنيه ولا ب 5000. الجهاز الحقيقة ممتاز جدا في أدائه، في الأداء اليومي بالنسبة للأداء يعني تنقل بين التطبيقات، جيمز خفيفة، تصوير. والتصوير الحقيقة في الجهاز ده مميز جدا عن الجيل اللي قبله. 50 ميجا بكسل في الكاميرا الخلفية، بيطلع صور ممتازة جدا. لكن الكاميرا الأمامية هي بتاع الجيل اللي فات، 5 ميجا بكسل، مفيش أي جديد خالص في الجهاز طبعا الشاشة بتاعته IPS LCD و6.5 انش. طبعا هنا بقى الفرق بين التصميم بين الجهازين في الاي 03 اس والاي 04 اس. رصة الكاميرات واضحة جدا. طبعا يتفوق الاي 04 اس عن الاي 03 اس في التصميم، في الشياكة. لا، جهاز رايق. جهاز في التصميم انا اديله 9 من 10 الحقيقة. لكن نفس المداخل بتاعته، منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، التايب سي، المكان السماعات بتاعته، مايك عزل ضوضاء، هي مفيش اي جديد. البصمة مكانها هي. بصمة على فكرة أدائها كويس جدا، محترم، يعتمد عليها. مفيش أي يعني اختلاف بين الأداء في البصمة. طيب، الجهازين دول بقى احنا عايزين نشوف العتاد الداخلي بتوع الجهازين دول. يعني ايه العتاد الداخلي؟ يعني أيهما أقوى؟ اشتري انهي فيهم؟ طبعا الاي 03 اس دلوقتي ما بقاش موجود. لكن لو انت عاوز تغير، هل اغير للاي 04 اس ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي في اختبار بسيط جدا بين الجهازين. هنعمل مع بعض دلوقتي حاجة اسمها سبيد تيست، او اختبار السرعة للجهازين. هنقفل الجهازين كده ونعمل لهم ستارت ونشوف مين يعني اللي هيفتح اسرع. 1 2 3، يلا. هنا احنا عملنا سبيد تيست، واحنا بنتكلم بقى عن سبيد تيست هنتكلم عن العتاد بتاع كل جهاز. الاي 04 اس 4 رام، 64 جيجا مساحة داخلية، والمعالج بتاعه الاكزينوس 850. الايزرو 3 اس 4 رام، 64 جيجا مساحه داخليه، والمعالج بتاعه الهيليو بي 35. الحقيقه المعالجين الاثنين هي معالجين ضعاف جدا. مش اقوياء وقدام كمان. لكن في واحد فيهم هيتفوق على التاني، وده هنشوفه دلوقتي بشكل عملي. الايزرو 4 اس ببساطه من غير اي رغي كتير بيتفوق بشكل واضح وملحوظ في الاداء، خاصه في مثلا التنقل بين التطبيقات. ولو انت هتقل عليه شويه في الجيمز، لا، هيبان شويه في السرعه في الاداء. وزي ما انتم شايفين كده، دي يعني عينه مبدئيه من السرعه، انه فتح اسرع بكتير من الاي 03 اس. زي ما انت شايف كده بفرق واضح. الاي 03 اس لسه واخد تعسيله شويه، نايم شويه. مش معنى كده ان هو وحش، لا، لكن يعني بطيء شويه. طيب، ببساطه شديده جدا عشان تكون فاهم الفرق بين الجهازين الفرق بينهم في سرعه الاداء، او فتحوا الاي 03 اس، وفي كمان الكاميرات. الاي 04 اس بيتفوق 50 ميجا بكسل في الكاميرا الخلفيه، لكن في الاي 03 اس 13 ميجا بكسل بس. الكاميرا الاماميه هي بالظبط 5 ميجا بكسل. لكن البطاريه الاثنين زي بعض بالظبط، 5000 ملي امبير، بيشحنوا بالظبط 15 واط بالشاحن اللي بيجي في العلبه. اتمنى ان قدرت اكون فدتكم. متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. سلام.